الفيديو دوت واللي هي 10 نصايح هتخليك اقوى من الاول بكتير. فخلينا قبل ما نبدا الفيديو دوس لايك واشترك بالقناه لو مش مشترك، ويلا بينا نبدا. اولا لو انت في البدايه ونزلت جيم سرفايفل، فحاول اول حاجه تركز عليها هو انك تجمع خرفان علشان تاخد الصوف بتاعها وتعمل سرير. يعني مثلا ما تبنيش بيت، ما تعملش اي حاجه من كده، روح جمع خرفان، لان لو جه وقت الليل هتفضل سهران طول الليل، فده حاجه مش كويسه وانت معكش اسلحه او اي حاجه زي كده، فده الاحسن. تاني حاجة حاول انك لو لقيت قرية ما تدمرهاش، وانك لو لقيت القطة اللي فيها حاول تاخدها معاك، لان ديت هتفيدك بشكل كبير وهقولك لازمتها ايه دلوقتي. تالت حاجة حاول انك تفهم الاحداثيات، لانك لو فهمتها فان اكتر المشاكل اللي انت بتواجهها فهتلاقيها راحت وهتلاقي نفسك بتروح اسرع وكمان بدون بوصلة، فحاول انك تفهمها. رابع حاجة لو انت نازل كيفنج حاول ان انت تلبس دروع تكون قوية، لانك ممكن تجمع موارد قيمة وقيمة جدا كمان ممكن بعدها تموت، فحاول ان انت تجهز نفسك باقوى الدروع. خامسا لو لقيت ثعلب ربيه في اسرع وقت، لان الثعلب بيدافع عنك وبيهجم على السكيلتون، ودي تعتبر حاجه مفيده جدا، فحاول انك تربيه في اسرع وقت. سادسا افضل تطويره ان انت ممكن تحطها للدروع هي بروتكشن. لو طورت كل دروعك للبروتكشن هتلاقي نفسك اقوى من المعتاد بشكل كبير جدا، ومهما ضرب فيك الوحوش مش هتتدمش اصلا. سابعا معظم اللاعبين اول ما الجو بيليل بيحفروا تحت الارض وبيستنوا لغايه ما النهار يطلع. اعمل عالم جديد والعب تاني عادي، انت يعني جمعت ايه 70 دايموند. افضل طريقه تحمي بيها بيتك من الكريبر او من الانفجارات هو عن طريق ان انت تحط قطه واحده بس قدام بيتك، وبكده تكون حميت بيتك بافضل طريقه. حاول لو انت خارج من بيتك خد سيف يكون قوي ويكون عليه تطويره كمان قويه. لو انت راس بنت في عالم صحراء فافضل طريقه انك تجيب بيها اكل هو عن طريق انك تنزل في النهر وتجيب سمك.